ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب دايما تكون بخير. طب يا صديقي، لو رقمك محظور بالشكل ده اللي هو لم يعد بامكان هذا الحساب استخدام الواتساب تسجيل رقم جديد، تابع معايا الشرح خطوه بخطوه عشان اعلمك ازاي تفك رقمك في اقل من 5 دقايق. ويلا بينا على الشرح. ايه السلام عليكم احلى ناس في الدنيا. النهارده يا عزيزي جايب لك حلقه، وهي بالطبع بقى ايه ولا اي حلقه، يعني حلقه النهارده يا عزيزي حلقه طرش من الاخر. بس قبل ما ابدا الفيديو بقى على خيرة الله، عايزك لا تنسى اللايك الشارخ الفايح السايح النايح، ولو انت لسه جديد وما اشتركتش في القناه انزل اشترك بقى واعمل الجرس على الكل. يلا بينا نبدا بقى الفيديو على خيرة الله، وزيع يا ابن والدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طب يا صديقي، لو رقمك محظور مشدد بالشكل ده اللي هو لم يعد بامكان هذا الحساب استخدام واتساب وتسجيل رقم جديد، تابع معايا الشرح خطوه بخطوه عشان اعلمك ازاي تفك رقمك. تمام. وتعالى اقول لك الطريقه دي بتفك الارقام اللي هي الحذفه بس. يعني ايه حذف؟ يعني ده عدى عليه اكتر من شهر. طب انت مش عارف الرقم بتاعك حذف ولا لا؟ هقول لك ازاي دلوقتي. طب يا صديقي، مبدئيا كده بتخرج. طبعا الرقم ده اللي تحت ده محظور مشدد. تعال بقى نشوف اعلمك ازاي يكون حذف ولا. طب زي ما انت شايف، هنا لو جابلك المراسلة ومكالمة والحاجات دي ان هو يعني لسه في الواتساب كده، يعني هو لسه ما حذفش. تمام. يعني انت لازم الرقم بتاعك يكتب لك دعوة الى واتساب. يعني مثلا لما حد يجي تدخل مثلا كده يكتب لك ايه؟ دعوة الى واتساب زي دي كده. هو كده معناه ان الرقم حذف. بعدها مثلا هتخرج. تمام. طب يا صديقي، انا عايزك تركز معايا في الخطوه اللي جايه دي عشان دي اهم حاجه اعلمك ازاي تفك رقمك لو حازف اللي هو عدى عليه شهر. طيب تمام. ده زي ما انت شايف الكود اهو. ده الكود اللي احنا هنفك بيه. الكود ده هكون سايبهولك في قناه التليجرام مضغوط بباسورد مكون من 4 ارقام. انا بقولهم رقمين في رقمين، واول رقمين اللي هم يكونوا 50. اول رقمين من باسورد فك الرساله دي اللي هي يكون 50. تمام. ده مبدئيا كده هتروح واخد اللي هو دي الجيميلات دي كده نسخ. وبعديها يا صديقي تروح واخد اللي هي الرسالة الموضوع ده أنا برضو نسخ. وبعديها تروح واخد اللي هي الرسالة الإلكترونية دي برضو نسخ بالشكل ده كده. بعدها تقوم واخدها نسخ. بعدها طبعا هتخرج وهتروح طبعا عامل 3 جيميلات. جيميل هتربطه برقمك، وجيميلين مربوطين أو مش مربوطين عادي مش هتفرق. وبعد كده هتدخل على أي جيميل. طيب لازم أقل حاجة يكون جيميل مربوط برقمك. هتدخل على اللي هي إنشاء دي كده. وبعد كده تعمل مثلا الجيميل ده كده. طبعا ده مش جيميل مش مربوط برقم ولا موثق ولا اي حاجه. هتعمل انت ايه بقى؟ وتيجي حاطط اللي هي الجيميلات بتاعتك، الجيميلات بتاعت الدعم. وبعد كده الموضوع. وتيجي حاطط الموضوع زي ما انت شايف كده بالشكل ده. وعندك كان طبعا الرساله الالكترونيه تيجي حاطط الرساله اللي انت خدتها نسخ. وطبعا هتحذف كل ده. وبعديها هتحط الرقم كده زي ما انت شايف الرقم في اخر البند. وعندك هنا بتحط الرقم من غير علامه الزائد. تمام. وتعمل ارسال. طيب انت تعمل من الحساب الاولاني 5 مرات. هتروح عايد نفس الطريقة تاني لمدة 5 مرات. وتيجي بقى رايح ناقل على حساب تاني برضو سواء متوثق او مش متوثق. بس لازم الحساب اللي انت هتبعت منه 5 مرات ده ما يكونش اللي هو متوثق برقمك. والحساب التاني هتبعت منه 6 مرات. تيجي داخل كده. وبعدها تيجي حاطط نفس الجملات تاني. وبعدها تحط الموضوع. وبعدها عندك تحط الرسالة الإلكترونية. وبعديها تعمل إرسال. هترسل قد إيه؟ 6 مرات. يبقى أنت كده بعت 11 مرة من الجملات اللي مش متوثقة. تمام. بعدها تيجي عامل انشاء تاني وتيجي داخل بقى على اللي هو الجيميل اللي هو متوثق برقمك. لازم انت الجيميل ده تكون متوثق برقمك. هتيجي راح حط كده حاطط الجيميلات. وهتحط الموضوع. وبعد كده تحط الرسالة الإلكترونية تاني. وبعدها برضو تحذف كل ده. وبعد كده هتشد منه 11 مرة. يعني انت هتعمل الطريقة دي 22 مرة. 5 مرات من الجيميل اللي هو مش متوثق، و5 مرات من جيميل مش متوثق كمان، و11 مرة من اللي هو الجيميل المتوثق ده. تمام يا صديقي. بعدها تروح عين باعت كده. وطبعا هتستنى 6 ساعات. 3 ساعات اقصد. اسف. هتستنى 3 ساعات لحد الدعم ما يبعتلك رسالة. اول ما يبعتلك رسالة مثلا يبعتلك رسالة زي دي كده.
طبعا مش هي دي الرسالة اللي هيبعتها لك، هيبعتلك رسالة شبهها كده. لازم ان انت تدخل وتشوف الرسالة عشان الدعم يعرف ان انت شفت الرسالة، وهتستنى 3 ساعات وهتروح تحط رقمك في نسخة توثيق وهتلاقي الرقم يتفك معاك. طب الرقم لو متفكش معاك يعني هتيجي رايح وعامل انشاء تاني ودخل على اللي هو الجيميل اللي متوثق، وهتحط تحط هنا مثلا الجيميلات، وهتحط عندك الموضوع، وعندك هنا هتحط الرسالة الإلكترونية، وهتبعت أكتر من 10 مرات تاني. طالما متفكش هتفضل انك انت تشد على تشد للدعم، وان شاء الله رقمك هيتفك. وبس كده يا صديقي، وقلنا وصلنا نشرح الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. واخر جزء من باسورد الباندا يكون 30. اخر جزء من باسورد الباندا يكون 30. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.